اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في الالوانات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي؟ شويه بطاطس بقى كده بالفراخ تحفه في الفرن، ورز بالبسله، وشويه سلطه. بصي يعني الاكل كله تحسوا ان هو كده حاجه مفيده. يعني انا بحب الخضار جدا وبحب الاكل اللي فيه فايده ده. بحس ان هو بجد يعني بيظبطنا كده. انما الاكل اللي بقى التعبان والحاجات اللي ملهاش فايده دي ما مش بحبها بصراحه. انا بحب الخضار وبحب الحاجات دي قوي. عملنا بقى شويه بطاطس بالفراخ تحفه. هقول لكم بقى على الوصفه كامله، تابعوني لغايه الاخر. لو اول مره بتشوفوني اعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بس هنا بقى نسمي الله. هنا معايا بتاع 3 حبات بطاطس او 4، الكميه اللي انت تحبيها. انا هنا كنت مقطعه 4 بطاطسيات بس صغيرين شويه. وهنا الفراخ معايا، وده قرن فلفل حامي على بارد كنت مقطعاه، ودي بصلايه كبيره كنت مقطعاها، وبشرت بتاع 3 طماطميات كده في المبشره، ومعلقه صلصه، وفصين توم بالعدد يعني مش كتير. بس هنا بقى الفراخ بتاعتي انا غسلاها. بغسل الفراخ بالدقيق وبالملح وبالخل. بغسلها كويس جدا عشان تشيل منها اي زفاره واي حاجه خالص. وكنت مفتحاها بقى كده بالسكينه زي ما انتم ما كنتوا شايفين. بصراحه بقى اليوم دون جوزي ما كانش موجود، فقلت بقى اعمل اي حاجه انا والعيال كده، اي افتكاسه بقى واي حاجه. بصراحه انا بحب اعمل للعيال مصدق الفرصه بقى لان جوزي مش بياكل اي حاجه وكده. فمصدق بقى اليوم اللي هو مبقاش موجود فيه ونعمل بقى اللي احنا عايزينه بقى، نخترع اي حاجه. المهم بصراحه الاكل في الاخر بيطلع تحفه. فالمهم رحت بقى مطلعه، كان عندي بقى الوراك وكده، رحت مطلعاها وكنت مظبطاها ومنضفاها كويس. ورحت بقى قلت بقى انا اعملها بقى بطريقه كده، والله هي جت في دماغي وانا واقفه رحت عملتها زي ما جت كده. حطيت بقى الطماطم على البصل على الفلفل، مع معلقه الصلصه والثوم، ومعلقه عسل نحل بقى او عسل اسود لو موجود. مش قادره اقول لكم العسل مع البطاطس والفراخ بيديها طعم تحفه، مش قادره اقول لكم. انتوا بس جربوها وشوفوا اصلا العسل مع الحوادق. اكل كده لما يبقى حلو وحادق مع بعض بيبقى حلو جدا، بيدي تيست عالي قوي في الاخر. بس هنا بقى كنت ظبطت بقى، حطيت الملح بتاعي وحطيت سماق. السماق حلو جدا برضو في الفراخ والبطاطس. بيدينا طعم الدبس الرمان. تمام. والصويا صوص بيبقى في نفس برضو الطعم بتاعهم كده. بس وهنا كان معايا بهارات فراخ وفلفل اسمر طبعا حطيته، بس انا كنت نسيت دلوقتي فحطيت بعدين. ومعلقه زيت بس كفايه، ما حطيتش زيت كتير بقى والكلام ده عشان مش عايزاها تبقى تقيله، لان كده كده لسه الفراخ هتنزل السمنه بتاعتها وكده. فما حبيتش تبقى تقيله يعني البطاطس. بس حطيت بقى كمان ورقتين لورا وحبهان قلبتهم بقى كلهم كده في قلب بعضيهم. البهارات والحاجات دي، والمفروض تحطي كمان، انا لو كان عندي توم باودر وبصل باودر وبابريكا والحاجات دي كلها انا بحبها جدا في الاكل عامه كله. بس انا بصراحه ما كانش عندي، كنتش لسه جبت البهارات بتاعتي اللي انا بجيبها. فقلت اكيد طبعا يعني مش عشان ما فيش بهارات ما هوقف الدنيا، لا مش هوقف طبعا. لما بقى اجيب يبقى احط بقى فيما بعد بعدين. بس هنا بقى معايا البايركس بتاعي، حطيت بقى في البطاطس. انا مقطعه مكعبات بس مش صغيره، كبيره شويه علشان خاطر لسه الفراخ هتستوي. ولو قطعتها صغيره مع سوى الفراخ البطاطس هتتهري بسرعه. انما انا قطعتها كده كان مكعب حلو كبير كده، فالاتنين ما شاء الله استوى على طول، والبطاطس كانت حلوه جدا وما اتهرتش ولا اي حاجه خالص. خدت بقى شويه من التتبيله دي اللي احنا عملناها وقلبتها بالبطاطس. بس اظبط بقى البطاطس واقلبها بالصوص اللي احنا عاملينه ده كله، وافردها واتبل بقى الفراخ واحط على وشها. الفراخ بالبطاطس بتبقى حلوه جدا جدا. بعد بقى ما تعمليها اعملي بقى معاها شويه رز. انا بصراحه كنت هعمل لهم شويه رز بشعريه او رز ابيض، بس هما ولادي قالوا لي عايزين رز بالبسله كان حلو جدا جدا يعني. وانا بصراحه ما بصدق اي حاجه احسها ان هي فيها فايده كده وخضار، فما بتاخرش بصراحه اروح عاملاها لهم على طول. فبس وعملت لهم بقى شويه سلطه كمان. كان الاكل حلو جدا جدا يعني. شوف هنا بقى انا كنت اتبل الفراخ كويس. اهم حاجه ان انت تدخلي كده التتبيله جوه الفراخ عشان تطلع الفراخ تاخد الطعم كله بتاع التتبيله. بس اللي بعملها بقى كويس. بصوا يعني حاجات بسيطه جدا، انا ما اتاخرتش في الاكل ولا كلفتني حاجه ولا اي حاجه. اللي هو العادي، الاكل بتاعنا العادي وكله اكل من البيت، بس بنغير في الاكل لاولادنا وبنعمل لهم حاجه جديده. انا عن نفسي يعني ولادي بيفرحوا باي حاجه انا بعملها لهم، اي حاجه بصراحه. فعشان كده بحب افرحهم دايما وبحب اعمل لهم اي حاجه جديده، بعيدا بقى عن الاكل التقليدي بتاعنا والكلام انا ذات نفسي مش بحب كده يعني، بزهق بسرعه من الاكل.
ببقى عايزة دايما اغير في الاكل واعمل دايما حاجات جديدة، بس بقى اللي يساعد بقى على كده يعني. بس فعملت لهم بقى الفراخ، حطيتها كده التتبيله، والتتبيله بقى الباقيه دي هروح حطها على وش الفراخ. بس كنت بقلع بس القلافز من ايديا، عشان طبعا انا بصوا الفراخ بقى والزفاره والكلام ده بقلق منها جدا جدا يعني بصراحه. دايما ادام مسكت فراخ او بنضف فراخ في الحوض او اي حاجه، ما بمسكش اي حاجه تاني لما اخلص الفراخ كلها، واغسل كل حاجه مكان الفراخ، واغسل الحوض والكلام، واغسل ايدي يعني. امسك الفراخ لا، لازم اغسل ايدي الاول، حتى لو ما كملتش الفراخ وهعمل حاجه تاني او همسك حاجه تاني لازم نغسلها بالصابون. زفاره الفراخ مش حلوه جدا يا جماعه يعني، وبقى فيها ميكروبات والكلام ده، فاحنا هنقعد ننقل من هنا لهنا. لازم ناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي، هي حاجات بسيطه جدا بس بتفرق. بس انا هنا كنت خلاص تبلت الفراخ وظبطتها، وعندك بقى ورق فويل غطيها وحطيها في الفرن. انا بصراحه ما كانش عندي، رحت حطيتها كده، ما سبتها بقى، حطيتها في الفرن، خدت معايا ساعه. على الرف اللي في النص من تحت. لو في البوتاجاز الكبير تاخد برضو في الرف اللي في النص، ما تحطيهاش على الصاجة على طول عشان ما تتحرقش منك، ومش هتكون لسه استوت والبطاطس هتلزق. بس انا حطيتها بقى في الفرن بتاعي اللي هو الصغير، وخدت معايا ساعه و5 دقايق، وشغلت الشوايه عليها، خدت وش وخلاص، كانت تمام وكانت زي الفل. هنا بقى ده معايا الرز اللي بالبسله. انا هنا قطعت بصلايه، حطيت سمنه وحبه زيت وقلبتها شويه قبل البصلايه ما تصفر. كان عندي بقى البسله كنت مجهزاها هي والجزر، كانوا عندي بصراحه في الفريزر، فطلعتهم حطيتهم على طول. بس بقى البصل، البسله مع البصل شويه، وحطيت واحده مرقه دجاج فاين فودز، وحطيت ورق لورا، وحطيت حبهان، وحطيت اللهم صل على النبي، حطيت قرفه، عودين قرفه كده. برضو الحاجات دي بتبقى حلوه جدا في الرز. وهنا بقى كنت بحط الملح بتاعي وظبطه، وانا كنت غاسله الرز وكنت مجهزاه. اهم حاجه انت بس شوحي البسله بالبصل شويه على البوتاجاز بشويه البهارات. بس عايزه اقول لكم الرز كان تحفه تحفه، حلو جدا جدا يعني. عارفه حاجه كده فيها فايده، انا عندي يونس الصغير مش بياكل بسله خالص، لا عجبه الرز وكله، ففرحت جدا يعني ان هو خضار زي كده هو مش بيحب ياكله، لا دخلته له في حاجه تاني وكان شكله جميل وعجبه شكله في الاخر وكله. وعجب برضو ولادي جدا يعني. الحاجات المفيده دي حتى بتقوي جهاز المناعه لينا ولولادنا. فخدوا بالكم يا جماعه من الحته دي، انه خدوا بالكم ان انتوا كل حاجه تحاولوا تعملوها لاولادكم في البيت، يعني الدنيا مبقتش مستحمله. بس هنا بقى كان معايا، حطيت نص معلقه كركم، قلت يديني يغير بس اللون، بدل ما هو ابيض كده يغير معايا اللون يخليه اصفر شويه. كان حلو جدا. حطيت له بقى، انا اللي ظبطت له الملح بتاعه وظبطت له كل حاجه. لو عندك شوربه تمام، حطي شوربه هيبقى حلو جدا. بلاش بقى مرق الدجاج وحطي شوربه على طول. ما عندكيش شوربه، حطي واحده مرق الدجاج تطعمه بس، وحطي بقى ميه. عامه اصلا الرز لما بيتعمل بالميه بيبقى حلو جدا، وبس مش اي رز يعني. لو في حاجه زي مرقه الدجاج معاها هتظبط الطعم بتاعه تمام ماشي. انا بقى هنا ما كانش عندي شوربه، عشان انا طبعا كنت حاطه الفراخ في الفرن، فروحت حطيت له واحده مرقه دجاج وحطيت له بقى ميه. بس هنا بقى كنت بدوق الملح بتاعه، لقيته كان محتاج شويه صغيرين. رحت بقى غطيت عليه وسبته بقى استوى. الرز عادي اللي هو بتاعنا بالمعيار العادي، مش فيهوش اي حاجه، ما خدش سوا خالص، استوى عادي جدا زي ما بنسوي الرز. بس ورحت غطيت بقى عليه، واول ما ابتدى يتشرب رحت موطيه عليه على طول. عايزه اقول لكم انا عملته في الصينيه، قلت تغيير بقى، بدل ما اعمل الرز في الحله بقى كالعادي بقى وكده، لا نحس بتغيير. وعملته بقى في الصينيه، كان تحفه بجد. انتوا هتشوفوا في الاخر شكله كان عامل ازاي. بس هنا بقى معايا حضرت، عملت لهم بقى طبق سلطه حلو كده. انا كنت عندي شويه خيار كده، رحت مقطعهم على طول، ورحت عملتهم مخلل وركنتهم، قلت بقى وقت ما يستووا. انا بصراحه مش بحب المخللات بتاعت بره، ومش بحب اي حاجه من الحاجات اللي بره دي، مش بحبها. انا بعمل على طول مخللات في البيت، بعمل جزر، وبعمل بتاع دون ليمون، وبعمل اللهم صل على النبي، وبعمل لفت، وبعمل خيار. كل الحاجات دي انا بعملها في البيت، بس كل حاجه على حسب ما بتبقى موجوده في الموسم بتاعها بعمل. بس اوقات ما بيبقاش عندي حاجه خالص، فبعمل لهم سلطه بقى. تمام، برضو السلطه حلوه يعني ومفيده وكده، فبحب ادخل الحاجات دي قوي للولاد في الاكل يعني، ولينا عامه. بس وبعدين الحاجات المخلله لما تاكلوها من البيت هتبقى اطعم وافيد من بره. يعني مش معنى ان هو مخلل فان هو مش مفيد، لا طبعا هو مفيد. اللفت والخيار والحاجات دي حلوه جدا، بس طبعا لما تتاكل من البيت انتي عاملاها بنظافه لولادك هتبقى احلى طبعا بكتير من بره.
حتى ولادك يحبوها، حتى لو ما ياكلوا منها، حتى لو كلوا منها كتير انت مش هتبقي قلقانه ان هي متعرفيش مصدرها ايه ولا جايه منين ولا الكلام ده. بس هنا بقى قطعت لهم معايا شويه سلطه حلوين. قلت اغير في شكل السلطه عامه التقليديه بتاعتنا، قلت اقطعها لهم كده. انا بحب اقطعها لهم كده لما ببقى عامله مشاوي برضو، فراخ او كفته او الحاجات دي، بقطعها لهم بالطريقه دي. تحس ان انت يعني ايه، بعمل جو ان احنا يعني جايبين الاكل من بره يعني. بس بتبقى حاجات حلوه والله، بتفرق معانا وبتفرق في الشكل كمان في الاخر. وده برضو كان معايا فلفل الوان، بحب اقطعه جدا على السلطه، اصفر واحمر واخضر رومي وبصل، وبحط لها بص كل حاجه. ولو في كابوتشا تمام، لو في جزر اللي موجود عندي بقطعه على السلطه. بس السلطه حلوه برضو وحاجات مفيده. واحنا برضو الايام دي يا جماعه يعني الدنيا خلاص ما بقتش مستحمله الامراض والعيا في كل حته. فيعني حاولوا على قد ما تقدروا تظبطوا ولادكم في الاكل عشان تقولهم جهاز المناعه شويه. انا رغايه شويه النهارده، بس انا بقيت احب اتكلم معاكم جدا. ولو وصلتوا بقى معايا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا له اشتراك للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بس انا قطعت السلطه، انا بقى قلت خلاص كفايه عليكم كده بقى، مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده. هنا بقى ده كان ما كنت بوريكم، ده كان فلفل حامي، بس بقطعه طويل كده عشان هو كان حامي جدا، فبيبقى حلو برضو على السلطه. فلو قطعته صغير الولاد حد مش عاجبه الحراق ولا كده، لا بقطعه كده طويل واسيبه عشان ايه، يتشاف برضو بالعين. اللي عاوز منه ياكل ياكل، اللي مش عاوز خلاص. هنا بقى انا قطعت كمان البصلايه، بصوا قطعته كله شرايح جوليان. ما يعني ايه، لما باجي اقطع السلطه لازم تقطعي الشكل كله زي بعضه عشان كله يطلع مظبوط في الاخر، والشكل برضو يبقى حلو. انا بحب اظبط الاكل جدا في الشكل، يعني اهم حاجه الشكل. العين يا جماعه بتاكل قبل البق. بس هنا بقى جبت معايا السلطه، انا ظبطتها ما حطيتلهاش ملح كتير. حطيت لها بقى، بصوا بعمل بقى هنا انا وولادي كل واحد طبق. انا بحب لما اعمل السلطه بحب اعمل لهم كل واحد طبق. ليه؟ لان ساعات حد من ولادي ممكن ينسى ياكل سلطه، لا انا عاملاها عشان تاكلوها عشان هي حاجه مفيده. فبلا راح حاطه بقى لكل واحد طبق قدامه عشان يفتكر ايه. وافضل بقى كل شويه كل يا حبيبي السلطه بتاعتك، كل يا بابا السلطه، عشان يفضلوا فاكرينها وياكلوها مع الاكل، لان طبعا السلطه حلوه جدا. بس انا بقى هنا بصوا يعني حاجه تفتح النفس والله، يعني طبق كده يتاكل من غير اي حاجه. ويا سلام بقى لو في جزر وفي كابوتشا بقى بتبقى سلطه تحفه. بصوا بقى هنا الرز كان يعني، انا مش هتكلم، انتوا شايفين الشكل عامل ازاي. عايزه اقول لكم عجب ولادي جدا جدا، وعجبني انا شخصيا، وعجب جوزي بقى لما شاف الاكل ده قال لي ايه ده بقى، انتوا بتعملوا اكل حلو كده من ورايا ومش عارفه ايه. يعني انت اكلت بقى مع اصحابك وسبتنا يعني، مش معقوله بقى احنا مش هنظبط نفسنا احنا كمان. بس هنا بقى كنت بقلبه، بطلع بقى منه الورق اللورا والحبهان والقرفه العيدان عشان خاطر ما تجيش في بق حد وتضايقه، لان انا بصراحه يعني الحاجات دي انا بحطها تطعم بس الاكل، بس قبل ما بغرف الاكل بشيلها منه. بس هنا بقى معايا الرز، انا كنت خلاص ظبطته وكان مستوي واستوى على طول، مخدش سوا خالص. طبعا انتوا عارفين معيار الرز المصري بتاعنا، قصاد كل كوبايه رز كوبايه ميه، مش زي الرز البسمتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على سيدنا محمد يا جماعه واستغفروا ربنا كتير. الحاجات دي حلوه جدا، الاستغفار والصلاه على الرسول. الحاجات دي حلوه يعني بتجيب الرزق وبتخلي ربنا يقف معاكي ويسترها معاكي دايما انتي وولادك. ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا دايما يا رب. بس بقى كان شكله حلو قوي. بصوا انا بحاول وانا بعمل الاكل بحاول اظبط لهم الاكل يبقى شكله حلو، عشان لو في مثلا حد من ولاد مش عاوز ياكل حاجه او كده، لما يلاقي شكلها حلو نفسه تتفتح عليها وياكلها. احنا طبعا الايام دي في امتحانات والدنيا مضغوطه جدا، يعني احنا كمان يا كبار مضغوطين جدا، ما بالك بقى هم الاطفال. وانا بقى بصراحه لما بيبقى عندي وقت امتحانات والكلام ده، عايزه اقول لكم انا ما بخرجش من البيت نهائي. لو عندي فتره امتحانات 3 اسابيع ممكن بعتكف فيهم في البيت انا والولاد، عشان بس نفضل قاعدين كده اذاكر لهم واشوفهم. عشان كمان العيل لما يتعود ان هو في وقت امتحانات عارف ان مفيش نزول مفيش طلوع مفيش خروج مفيش اي حاجة كنا بنعملها في الايام العادية تتمنع في وقت الامتحانات، يتعودوا على كده. بس هنا بقى انا كنت غرفت معايا الاكل. اولا ربنا ينجحهم كلهم يا رب ويخليهم لنا. هنا بقى بصوا كان اكل شكله تحفة. البطاطس استوت على طول الاكل، يعني السيرفيس ده ما خدش ساعة في الفرن، يعني يا دوبك ساعة بالظبط، كمان لما خدت الوش كان ساعة بالظبط وممكن اقل.
هنا بقى كنت بوريكم البطاطس. عايزه اقولكم وحياة ربنا احنا البطاطس كنا بناكلها بالمعلقه، احنا مكلناش عيش اصلا. يعني الاكل كان حلو جدا، البطاطس كانت تحفه وخفيفه ما فيهاش انا طبعا ما رضيتش احط لها سمنه، قلت لا كفايه الفراخ هتنزل الدهون بتاعتها. بصوا كانت ما شاء الله قلبها ابيض واستوت على طول وكانت جميله جدا وكان طعمها خطير. بس والرز برضو كان تحفه. بصوا انا انتوا شايفين يعني اكيد شايفين شكل الاكل عامل ازاي، مش هقول لكم. جربوه بنفسكم. عايزين حابين تعملوا مثلا الفراخ تحطوها بنفس التتبيله اللي احنا عملناها في الفرن كده من غير بطاطس من غير اي حاجه تستوي، هتبقى حلوه. ممكن تحطوها في كيس حراري، ممكن تحطوا تعملوا رز بالبسله، ممكن تعملوا رز ابيض زي ما انتوا عاوزين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.